ازاي تخطط للاسبوع باسهل طريقه ممكنه؟ خلينا متفقين ان التخطيط مش مجرد رفاهيه، بالعكس ده حاجه الزاميه ومهمه جدا عشان تقدر تنجز الحاجات اللي انت عايز تحققها في يومك. فانا هقول لكم على الطريقه اللي انا بستخدمها شخصيا، وهي الحقيقه طريقه بسيطه وخاليه من اي تعقيدات. الطريقه ببساطه انك هتجيب كشكول يكون خاص بالجدول اللي انت هتعمله كل اسبوع، هتفتح ورقتين من الكشكول قبال بعض لكل اسبوع، وبعد كده هتسطرهم بالشكل ده. طبعا هيتقسم معاك الورقتين ل8 خانات، كل خانه هتكتب فيها يوم من ايام الاسبوع، وطبعا الخانه الثامنه هتسيبها للتقييم الاسبوعي. وبعد كده هتكتب التودو ليست بتاعتك او قائمه المهام بالشكل ده. انا الحقيقه بفضل انك ما تزودش عن مهمتين رئيسيتين في اليوم، ويبقى ليك مهمتين فرعيتين ممكن تعملهم لو خلصت المهمتين الرئيسيتين اللي عليك. وبس كده بتهيألي يعني ان هي طريقه بسيطه جدا وسهله جدا، واي حد ممكن يعملها بكل سهوله. وبرضه عايز اقول ان دي الطريقه اللي انا بستخدمها. انا الحقيقه من عشاق الورقه والقلم، ولكن في طرق تانية مختلفه كتير. في مثلا برامج كتيره قوي على الموبايل ممكن تعمل عليها جدولك. المهم تعرف تخطط ليومك واسبوعك بشكل كويس. في النهاية دي كلها وسائل، المهم الغاية من الوسائل دي. وفي النهاية برضو يا جماعة عايز أقول إن مفيش حد فينا مثالي، مفيش حد مثلا بيخلص كل المهام اللي عليه. ممكن مثلا يوم يظبط معاك، ممكن يوم لأ كده. فتعامل دايما بمبدأ ما لا يدرك كله لا يترك جله. مش معنى إنك سبت مثلا مهمة في اليوم يبقى تسيب اليوم كله ما تعملش فيه حاجة، لأ. يعني لو عليك مثلا مذاكرة ساعتين ومش قادر تذاكر الساعتين، ذاكر يا أخي ولو نص ساعة، أفضل من إنك تسيب اليوم كله ما تعملش فيه حاجة. فما تضيعش نفسك في وهم المثالية، لأنه مش هيوصلك لحاجة أبدا. وفي النهاية دمتم موفقين إن شاء الله.